السلام. ما يصدقلكش الكيك يجيك معجن ويهود لك من تخرجيه من الكوشه. جبت لك هذه الطريقه غادي تشكريني عليها ومستحيل تستغناي عليها من نوعك. تجي بنينه ومهويه من الداخل، خفيفه كي البونج وطالعه، وبنه الشوكولا دايره حاله. نتيجه هامه وتحمر لك وجهك. فضلا ما تنساونيش باللايك والبارطاج ودوك التعاليق الجميله تاعكم. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو الوصفة. في كسرونة نديرو كاس سكر عادي ما يعادل 150 غرام. القياسات دايما بالكاس المشهور لأم وليد. نفس الكاس نعبرو به باقي المكونات. عندنا كاس إلى ربع زيت نباتي، ونضيفو معاه ربع كاس آخر من الزيت كما غادي تلاحظوا معايا. ربع ما يكونش ربع كبير، يكون ربع صغير. نخلطيه مع المكونات. نفس الكاس نعمروه حليب ما يكونش معمر كاع، ونزيدو ربع كاس تاني كما تلاحظوا معايا، كاس مشي معمر تاع حليب، ونزيدو له الربع. ابخي نقول لكم علاه نزيدو ربع دائما واش نديرو بيهم. من بعد نضيفو الكاكاو اللي هو 3 معالق كبار ممتلئه. ماذا بيكم كاكاو يكون فاتح وريحته شابه، يعني نوعيه رفيعه باش يجيكم ذوق الكاكاو الاصيل. ما تخدموش بالاسود، يجيكم مر واسود، يخسر لنا المذاق ويخسر لنا القوام تاني، يجي اسود غامق ما يعطيش الشهيه للاكل. ونضيفو مغرف صغيره تاع لافاني باش تجي منكهه. وتقدي تاني تعوضيها بالنسكافيه، مغرف صغيره تاع نسكافيه اللي يبغوا القهوه، تجي بنينه وتجي منكهه بالنسكافيه. غادي نخلطوا المكونات حتى نحسوا داك السكر داب شويه، ما با 5 دقائق. تخلطي غير بالفوي كما راكي تلاحظي معايا، ونديروها فوق النار تكون هاديه، ما قاويه ما ناقصه بزاف. ونحركو بالفوي 1 مينوت، ونوخروها على جهه ونخلوها حتى تغلي. غير تغلي شويه كيما نقولوا، غير تبدا تغلي تحسبي لها 1 مينوت، دقيقه واحده، وتطفي النار. دوك تلاحظي معايا كيفاش غادي تبدا تغلي. انا هنا راني عاده حطيتها راني نخلط. هايلا دوك دير الفقاعات. هاد المرحله ضروريه الا تطبقيها كيما راني نقول لك باش تنجح لك الوصفه. هايلا حسبت لها دقيقه ووخرتها قلعتها. راني نحرك دروك باش تطفى، نقلع لها هذاك الصهد. البنات راني متاكده الا جربتوها بهذه الطريقه ما غاديش تستغنوا عليها نهائيا، يجي بنين بنين بزاف ومشكلط بنه الشوكولا. غادي نجيب كاس ونكب شويه قد كاس غير ربع كما راكم تلاحظوا معايا. نفس الكاس هذا غادي نخلوه ابار، نخلوه يدفى على جهه، والاخر نخليه على جهه تاني نخلوه يدفى. هذاك الكاس هو هذاك الربع تاع الزيت والحليب اللي زدناه في البدايه، اللي قلت لكم بعدا نقول لكم شنديروا به. هذاك هو الربع، استادير هذاك الكاس قلعنا منه، ونخليه يبرد على جهه بلا ما تدخليه للثلاجه، خليه غير هكا. بالنسبه للكيك نخدموها بربع حبات بيض، الا كانوا صغار نديروا 4، وإلا كبار نديروا 3 كافيين. ونضيفوا ربع كاس سكر عادي. انا كي كبيته بان لي بزاف، دوك تلاحظوا معايا هنايا بلي زدت على ربع، ايا خليت منه مغرف صغيره. وجيبي الضراب الكهربائي وضربيه حتى يبيض الخليط ويضاعف. ها راني خليت مغرف صغيره. نورمالمون هاد العبارات تاع السكر ما يجيش حلو بزاف، هادو هما خاطش كنت نقصي ما يصدقلكش. كي يبدا يضاعف حجمه، ها ولا دروك ضاعف لي وما مشي كيما هكا، يلق يولي ابيض
دوك تلاحظي معايا هاد المرحله مهمه الا قدر بي حتى ل10 دقائق. كما راكم تشوفوا معايا الخليط ولا طالع نصف الاناء، هذا هو وكي تحبسي يقعد هكا بومبي. بالنسبه لهذا الكيك ما يجيش حلو، يعني هادوك هما لابارات تاع السكر ما تنقصيش منهم. نضيفوا داك الخليط الاول اللي كان باقي في الكسرونه، يعني هذا الصلصه نضيفوها وهي دافيه، ما حاميه بزاف ما بارده. كي تكون دافيه تعطي واحد الحجم للكيك يجي بونج. وضربي بالخلاط الكهربائي غير شويه، غير 1 مينوت. حافظي على هذاك الحجم اللي طلعناه باه ما يعاودش يبرك، ما يعاودش يهود هذاك البيض اللي طلعناه في الاول. ما تكتريش، غير 1 مينوت. وتقدري ما تخلطي غير بالفوي حتى يتجانسوا مكوناتها. ولا خاطر لا كترتي راه يهود لك وما يصدقش. هذه مرحله تاني ضروريه. اولا كي تجانسوا هنايا او ميم طون تكوني موجده لو فوغ تاعك شعلته باش يحمى. رانا في المراحل الاخيره. نضيفوا الفرينه اللي هي 2 كيسان عفوا، نفس العبر تاع الكاس اللي عبرنا به الزيت والحليب. ونضيفوهم فرينه ونغربلوها توجور باش تجي نقيه مع 2 باكيات لا ليفور شيميك تاع 10 غرامات. وتحركي بالفوي من الفوق للتحت كما تلاحظي معايا. هنا نضيف في الكاس الثاني توجور مغربل. ونخلطو بالفوي، نحافظو توجور على هذاك الحجم اللي ضربناه وما تخلطيش تاني بزاف، غير يولي لك واحد القوام. دوك نقول لكم كيفاش تعرفي بلي غادي تحبسي الفرينه. هي كل فرينه 2 كيسان ما يعادل 220 غرام. انا الكل شيء دالي 220 غرام. هذا هو القوام. كي ديري هكا ترسمي عليه الشكل يحافظ على الشكل تاعه. تجيبي المول تاعك تكوني دهناته ورشته بالفرينه وتكبي الخليط تاعك وتدخليه الطيب على نار ما تكونش قويه بزاف، وشويه زعما شويه فوق المتوسطه. وما تحليش عليه الكوشه حتى يفوت 20 دقيقه لا بغيتي تطلعي عليه باش ما يعاودش يبرك. خاطر لا حليتي الكوشه في الاولى راه يبرك. هنايا بعد ما طاب خرجتها ولا شوفوا كي يطلع ويجي القلبه تاعه سهله. نسيت ما قلت لكمش ديريه يطيب في وسط الكوشه، ما ديريهش كاع من تحت. نجيبوا هذاك الكاس تاع الصلصه اللي وخلناه ابار نزينوا به. كبيها على الكيك تجي بنينه بزاف وطريه ومشبعه بالكاكاو. وزينيها بالكوكاو افيلي ولا اللوز اللي يكون متوفر عندك. ابري ما تكوني قليتيه شويه حمرتيه يعطيها قرمشه رائعه. اكيد التزيين يبقى عندكم وعلى حساب اللي متوفر عندك في المنزل، وتبقى هذه اذواق. من الاحسن يجي تزيين سامبل كما راكم تلاحظوا معايا. شوفوا كيفاش جا شباب وطالع. شوفوا معايا كي قطعتها كي جات تشهي وطريه ومعلكه من الداخل واسفنجيه. ما شاء الله جات شابه وهميه. هذه هي وصفه اليوم، سهله واقتصاديه وفيها حيل اللي تخليها ما تهبطش ليك. لاحظوا معايا هاي لا حبه. شوفوا قداش طالع. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وما تنسونيش بالابوني. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفه جديده وبسلامه البنات.